السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو. راح نحضروا اليوم طبق طاجين شوا يقطر بالبنايه. البنات صدقوني رائع. هنا اولا واش عندي في كوكوط، حطيت شويه زيت، 2 مغارف تاع زيت، وحطيت مع شويه سمن. حطيتهم يسخنوا، من بعد حطيت طرف لحم غنمي مع كويس تاع الدجاج، حطيتهم يتقلاو، نقلوهم مليح مليح. من بعد نضيفوا لهم البصل. هنا يعني اللحم تاعنا نعطوه وقت نقليوه باش يطلق لنا البنه تاعو، ولا يتحمرنا هكذا باش يدي هذاك الكو تاع مقليان. من بعد هنا واش نديرو، ضفنا بعد ما تقلى ضفت لهم الملح، البصل مقطع رقيق كامل، ونحركوهم ونضيفوا التوابل اللي هي فلفل الكحل وسكنجبير. هذا واش فيه التوابل، ما فيهش توابل بزاف. طاجين شوا يجي بزاف بزاف هايل. وسكنجبير قلنا فلفل الكحل وسكنجبير، هذا واش فيه. انا هنا مع الفلفل الكحل درت له رشه تاع فلفل الكحل ورشه تاع الفلفل الابيض. الفلفل الابيض في المرق الابيض يعطيكم ذوق بزاف هايل. نحركوهم مليح مليح كما راكم تشوفوا، نخلوهم يتقلاو على نار متوسطه. هنا ضفت اغصان تاع المعدنوس، يعني الورق تاعهم نحيت شويه ورق نحطهم بعد للتزيين، ونزيدوا شويه للحم المرحي اللي رايحين نديروا به الاصابع اللي رايحين نرافقوهم مع هذا الطبق. وهنايا كنت غليت الماء، غليته ومرقت بالماء الكافي يعني حتى نغطيو اللحم هذا كامل. هنا واش عندي اللحم مرحي، عندي شويه بصل اللي كنت رابيته ثاني رقيق، عندي حبه بيض هنايا صغيره، عندي نفس التوابل اللي درتهم في المرق نديروهم هنايا، نزيد لهم برك رشه تاع هنا قلت لكم عندي لحم مرحي، عندي بصل رابي، عندي شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه فلفل بيض وسكنجبير، ورشه تاع القرفه، والمعدنوس مقطع رقيق. نخلطهم مليح مليح، لازم تعجنوهم مليح مليح مع حبه بيض صغيره هنا. الا كان عندكم البيض صغير ديروا حبه كامله، اذا ما كانش عندكم ديروا حبه، خلطوها مليح وزيدوا بشويه. هنا بالنسبه واللحم يبقى حسب الافراد. هنا شوفوا اللحم كيفاش نديرو، يعني نديرو هكذا شكل بيضاوي، ونخبزو هكذا باش يجي شويه ما يجيش هكا خشين بزاف. بهذه الطريقه نكملوا كامل نخدموا صبيعات تاوعنا على شكل اوفال ومبلاطين، يعني نبلاطوهم ما نخلوهمش هكذاك صبيعات مدورين، نشكلوهم كامل. من بعد نديروهم في الطاجين نشووهم ولا في شوايه ولا واش عندكم، يعني باش نعطوا لهم هذاك الذوق تاع الشواء. صدقوني طبق يجي بزاف 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 بنين ويحمر الوجه. انا نكملوا كامل هذه الكميه تاع اللحم، انا درته يعني كامل بالتساوي هكذا، الحبات متساويين وشكلته بهذه الطريقه. هنا بالنسبه للحم يعني الاحسن انكم تخيروا ديروا له شويه شحمه، يعني كي تشروا اللحم مرحي قولهم قولوا يعني للجزار يدير لكم يطحن لكم معاه شويه شحمه باش تعطيكم الوجود تاعها في هذا الطبق. الشحم هذاك يعطيه جو بزاف شباب. المهم نكملوا هنايا كامل الصبيعات تاعنا الفيونداشي. من جهه راهي يطيب اللحم. بالنسبه للحم كي نشوفوا هذاك يعني بعد 20 دقيقه ولا كي نغلقوا الكوكوط نحلوها، نحو الطرف تاع هذاك الكويس تاع الدجاج لانه يطيب قبل اللحم، ونعاودوا نغلقوا ونخلوا اللحم يطيب. هنايا بعد ما طاب اللحم تاعي كامل، ورحت هنا نشوي في هذوك الاصابع اللي شكلتهم، نشوهم هكذا على الطاجين يعطوا له هذيك التحميره ومنطو الذوق الشواء. هكذا نديروا غير شويه زيت، يعني ما نديروش لانه اللحم كما قلت لكم فيه نسبه تاع الشحم، راح يطلق لكم الزيوت تاعها. من بعد ما نكملوا هنايا كامل نحوهم، واش نديروا نعاودوا نرجعوا هذيك الكويس تاع الدجاج نعاودوا نرجعوها للماء لهنا، نحمروها هنايا. وهذو الاصابع نعاودوا ندخلوهم في هذيك المرق اللي يزيدوا يكملوا طيابهم هنا، يعني لانهم ما همش طيبين 100% تحمروا برك.
نعاودو نرجعوهم للمرق هكذاك واحد 5 دقائق 7 دقائق، ونطفوا عليهم ونقدموهم في صحن التقديم. هنا نكملوا كامل كما راكم تشوفوا، يعني اعطيتهم وقت في التحمار تاعهم. هنا يعني ما تطلقوش النار بزاف، غير نار متوسطه، ويطيبوا هكذا محمرين، يعطيهم هذاك الذوق تاع الشواء، يجي بزاف بزاف بنين. هنا رانا نحو فيهم، من بعد نزيدو نحطو هذيك الكويس نحمرها ثاني، ولا تقدروا حمرهم في مقله ولا في فرن، ولا المهم تعطوا لها هكذا. يعني الاحسن انكم هنا في نفس الطاجين اللي درتو في هذوك اللحم تحمروه هكذا من الجهتين ثاني، تمدوا له الذوق هذاك تاع الشواء بهذه الطريقه، ونروحوا نقدموه في صحن التقديم. هنايا بعد ما وجدت كامل، حطيت هذوك الاصابع تاع اللحم المرحي، حطيتهم في المرق، تشربوا شويه مرق وكملوا طيابهم. هنا حطيتهم في الصحن وقدمتهم بهذه الطريقه، وسقيتهم بشويه مرق، هذيك تجي المرق تاعها بزاف بنينه، خاصه بعد ما درت لها هذاك الاصابع المشويين لداخل، زادوا طلقوا البنه تاع الشواء في المرق، صدقوني جاء رائع. نتمنى تجربوا هذا الطبق ويعجبكم، واكيد راح يعجبكم بزاف بزاف بنين. شاهدكم بالصحه والهنا. تهلاو في روحتكم، ما تنسوناش وما تبخلوناش البجام وتعليق في القناه، يعني باش تطلع القناه. وهذا هو الطبق تاعنا الرئيسي لمائده اليوم. يعني كانوا عندي هنا ضيوف، قدمته لهم بزاف بزاف عجبهم، وقدمته بهذه الطريقة. استودعكم الله، دمتم السلام عليكم.